هو بقى ما بيتعملش غير كده، انا مش عارفه انتوا بتستغربوا ليه. في الاول كده جبت 3 معالق من الزيت، ونزلت ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هسيبها لما تتحمر تماما ويبقى لونها بني كده غامق زي ما انتوا هتشوفوا الدرجه دلوقتي، علشان تديكي الطعم اللي بتاكليه في المطعم بره. لازم تمشي على الخطوات دي. خليها لما تدخن بالشكل ده كده، والنار هنا بقى اكون موطياها. بعد كده بنزل بربع كوبايه من الميه، وكمان بنزل بقى بفلفل اسود، حبة فلفل اسود كده بنزل عليها بيهم، وشوية كمان من الملح، وشوية من الكمون. بس كده، ما بحطش حاجة تاني. هقلب بقى واسيب البصلة دي لما تتسبك تماما، وعلى بال ما هتتسبك هتكون اتهرت خالص ومش هيبقى باينة خالص معاكي في الرز السمك. عايزة اقولك الطريقة دي بجد خطيرة. حطي بقى العقد بتاع الرز بتاعك وسيبيه يغلي، وبعدين انزلي بقى ايه بالرز بتاعك. عايزه اقولك على حاجه كمان، هسيبلك التطبيق المجاني اللي بجيب كل الافكار دي من عليه في اول كومنت تحت الفيديو. حملي عندك بقى اكلات رمضان، حلويات، مشروبات، كل الوصفات اللي بنعملها، وكمان بدون انترنت. حملوه عندكم واستفادوا بيه. وهنا نزلت بعقد الرز بتاعي وسبته يتشرب، وبصوا بقى شكله خطير. ما تنسوش اللايك والشير.